دعونا في هذا الفيديو نذكر واقعة للتاريخ. في إحدى زيارات الرئيس المصري حسني مبارك للعراق، قام باستقباله القائد صدام حسين، وبعد السلام والتحية لم يصبر حسني مبارك عن سؤاله الذي كأنه جاء خصيص ليسأل عنه، فسأل حسني مبارك القائد صدام حسين: ما هو سر تحديك لإسرائيل وهي تملك السلاح النووي، وأن العراق لا يملك من الأسلحة ما توازي هذه القوة؟ فضحك صدام حسين وطلب منه أن يأخذه في زيارة للجواب عن سؤاله. وفي اليوم الثاني اصطحب صدام حسين الرئيس حسني مبارك لموقع سري تحت الأرض، وعند زيارة الموقع تم إبلاغ المرافق عبد حمود عن طريق جهاز المخابرات أن الساعة التي يرتديها حسني مبارك هي عبارة عن جهاز تسجيل وتصوير، فهمس المرافق عبد حمود في أذن صدام حسين بهذا الشيء، فابتسم صدام حسين ابتسامة خفيفة. كان الموقع الذي زاره صدام حسين مصطحب حسني مبارك يحتوي على قنبلة ذرية، وعندما شاهدها حسني مبارك قال صدام حسين: ليس هم فقط من يملك السلاح النووي. وبعد أتمام الزيارة وقبل أن يغادر حسني مبارك لدار الاستراحة، أمسك صدام حسين بيد حسني مبارك وقال له: دعنا نتبادل الساعات لتبقى ذكرى بيننا لهذه الزيارة. ونزع صدام ساعته وألبسها لحسني مبارك، ولبس ساعة حسني في يده. وبعد رحيله نزع صدام حسين الساعة وطلب تقرير عاجل بشأنها. وبعد مدة قصيرة جاء تقرير المخابرات ونسخة من الفيلم المصور والصوت المسجل من خلال ساعة حسني مبارك. واستغل صدام حسين المؤتمر الصحفي الذي حدث بخصوص زيارة مصر للعراق، ولمح بالكلام لحسني مبارك أمام الوفد الصحفي وقال: خلينا نقول احنا أنظمة عددنا 22، نظام وحال، وأن الأجنبي ينوجد بطريقة أو بأخرى بيننا. المنهج اللي نؤمن به، وهذا ما أعرفه عن الرئيس حسني مبارك أيضا، أنه أي خطأ يرتكب عدا خطأ الخيانة ما لازم نسد بوجهه أبواب العودة عن الخطأ. وبعد أن غادر حسني مبارك العراق، شهدت العلاقات العراقية المصرية نوعا من البرود بسبب الذي حدث. وبعد حرب الخليج الثانية ظهر حسني مبارك ليقول كلمته الشهيرة في أحد مؤتمراته التلفزيونية: أنا شفت القنبلة النووية العراقية بعيني، بس أنا دخلت منين وخرجت منين مش عارف. وهذا ما أكده جورج بوش بعد احتلال العراق. One last thing, you pointed out that you were warned, I believe, by the Egyptian president Mubarak, I believe. Mubarak told Tommy Franks, that Saddam had biological weapons. Be ready. Yeah.